السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ لا، اللايف ده مهم جدا. المره دي مش جاي اوريك عربيه، المره دي جاي بحاجه ان شاء الله هتعم بالخير علينا كلنا. ويعني قطعنا شوط طويل فيها الحمد لله، ما بين شد وجذب وحوار مجتمعي محترم. واخيرا استجابه جيده الصراحه، مجلس النواب ووزاره الهجره، معالي الوزيره، الصراحه بذلوا مجهود كبير واستمعوا للمصريين في الداخل وفي الخارج، واستمعوا لينا في المنابر الاعلاميه، واستمعوا لاهل الخبره. والحمد لله الحمد لله، شكوى المصريين كلها حتى من حاجات اضعفت القانون شويه وبنود اضعفت القانون شويه تم الاستجابه ليها على اكمل وجه الصراحه. يعني انا شايف ان الموضوع ده فيه المنفعه العامه، حتى ان لم يصب في مصلحتك انت مباشره، لكن هيصب في مصلحتنا في الاخر جميعا. والموضوع يعني رائع، وصلني حالا الحمد لله. عاجل. اعمل شير لان الكلام ده مهم قوي. اعمل شير وانت بتتفرج كده، اعمل شير خليه يوصل لاكبر عدد من المصريين في الداخل والخارج، علشان الموضوع ده مهم قوي. فوانت بتتفرج كده اعمل شير، لان انا معايا نص القانون بعد التعديل ونص القرار وعاجل اهو، وحاجه يعني محترمه جدا جدا ان شاء الله هتعود علينا بنفع كبير قوي يعني. تمام. عاجل. بحضور وزيرة الهجرة مجلس النواب يوافق مبدئيا على تيسيرات جديدة لقانون السيارات، تخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70%. 70%. يعني رقم الحمد لله. يعني كنا نطمح لحاجة زي كده الحمد لله يعني. بنسبة 70% في مقابل استيراد سيارة للمصري في الخارج. مد فترة القانون إلى 14 مايو، الفترة اللي خد فيها القانون فترة الحوار المجتمعي والنقاشات على التعديلات والكلام ده، مش هينتهي بعد 3 شهور، بالعكس اتمد لمايو، هينتهي في نص مايو. فالفترة دي هنبتدي من أول وجديد الحمد لله، مديين فرصة. كمان حاجة مهمة جدا حصلت، مد فترة استجلاب السيارة إلى 5 سنوات، بدل ما كان استجلاب السيارة أو الموافقة الاستيرادية كانت بتصدر لمدة عام واحد فقط. يعني حضرتك بتمشي في الإجراءات وبتحاول تحول الفلوس. اعملوا شير لأن الكلام ده مهم قوي يا جماعة، وأنت بتتفرج كده اعمل شير عشان المصريين في الخارج يعرفوا الموضوع ده مهم قوي، فاعمل شير عشان الناس تشوف. مد فترة استجلاب السيارة 5 سنين كاملين، طول مدة وديعة حضرتك، ومع استردادها بعد 5 سنين بالعملة المحلية اللي هي قيمتها أصبحت 30% فقط من الجمارك، خصم 70% على كل جمارك السيارات للمصريين في الخارج، والمساواة بينهم. كده المصري المغترب اللي عايش في دول الخليج مش متضايق، محدش متضايق، الموضوع ممتاز ورائع. اللي كان قيمة الجمرك بتاعته 20,000 دولار، مفترض كده بموجب القانون الجديد يدفع 6000 دولار فقط. حتى لو بيجيب العربيه من السعوديه او بالكويت، القانون عام ويشمل كل المصريين، وغطى الحمد لله ولبى احتياجات كل المصريين، والحمد لله تم الاستجابه لاصوات الناس واصواتنا. ويعني حاجه الواحد يعني كان خاض فيها حروب، ويعني تشوه واتشتم، والحمد لله. ففي النهايه الحمد لله. كمان مد فتره استجلاب السياره 5 سنين، ده اداك براح ممتاز ان المصري اللي عايش في الخارج، سواء في دوله خليجيه او اوروبيه ومش عايز ينزل دلوقتي، معهوش الامكانيه انه يشتري عربيه عشان ينزلها وفي نفس الوقت يحتفظ بعربيه تانية في الدوله. لا، معاك 5 سنين يا سيدي الفاضل، وستصدر لك الموافقه الاستيراديه ب5 سنوات كاملين. يعني حضرتك لو كانت وديعتك 20,000 دولار، عشان ابسطها للناس اللي مش هتفهم قوي نص القرار، هتدفع فقط 6000 دولار وهتستردهم بالعملة المحلية بعد 5 سنين، ومعاك 5 سنين تنزل عربيتك بعد ما كانت سنة واحدة. فالموضوع يعني اهو لكافة سيارات. واهو وافق مجلس النواب مبدئيا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور السفيرة سهى الجندي. السفيرة سهى الجندي يعني كانت مقاتلة في الموضوع ده الصراحة، يعني بشكرها شكر شخصي والله. ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، على إعفاء 70% من قيمة الضريبة الجمركية لكافة سيارات المصريين بالخارج الغير خاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة. بناء يعني الناس اللي كانت متضرره يا جماعه، الناس اللي كانت في الخليج، والناس اللي كانت في امريكا، والناس اللي في استراليا، والناس الان يا سيدي الفاضل مالكش حجه، هات عربيتك. هقول لكم دلوقتي هنستفيد ايه احنا المصريين في الداخل من القرار ده، هيستفيد ايه السوق المصري بوضعه الحالي بالقرار ده، هقول لكم دلوقتي. بناء على اقتراح الحكومه ومقترحات التعديلات المقدمه من النائب المهندس اشرف رشاد ممثل الاغلبيه من مجلس النواب، شكر خاص
حيث يقوم المصري بالخارج بسداد 30% فقط من قيمه الضريبه الجمركيه في وديعه بالعمله الاجنبيه يستردها بعد 5 سنوات. جاء ذلك بعد مناقشه والقوانين بقى المذكوره. حضرتك كده معاك خصم 70% على قيمه الجمرك اللي كان هيدفع. كل واحد كان بيدخل على الابلكيشن ويشوف الجمرك بتاعه مثلا 20,000 30,000 دولار 10,000 دولار. فقط حضرتك لو جمركك 10,000 دولار هتدفع منهم 3,000 دولار بموجب القانون الجديد. فقط حضرتك هتدفع 6,000 دولار بموجب القانون الجديد لو كانت جماركك 20%. معاك 5 سنين براحتك خالص، خلص عملك، خلص مأموريتك، خلص شغلك، خلص حياتك، حتى ظبط امورك وظبط. معلش ممكن نفتح الباب بس واستأذنك في قهوه مظبوط بعد اذنك. وهات عربيتك براحتك خالص، ادي نفسك براح وما تضغطش نفسك، ومش مطلوب منك خالص انك تجيب عربيتك خلال سنه فقط الموافقه الاستيراديه، لا قدامك 5 سنين. موضوع مبشر قوي وموضوع محترم قوي. زي بقول لك بقى اعمل شير، لان الكلام اللي هنقوله دلوقتي ده كمان مهم واهم. طيب ده هيعمل ايه في السوق؟ ده هيخلي كل مصري في الخارج احجم او شاف ان القانون ما انصفوش قوي، هيبقى كده عنده فرصه كبيره جدا وسيتمتع بالميزه وهينزل عربيه. طب ده هيعمل ايه؟ هيعمل حلحله في السوق، هيخلي فيه حركه في السوق، هيخلي فيه منافسه خارجيه من المصريين المغتربين، وهيخلي فيه عربيات بتقدر تدخل السوق المصري في وقت وبموجب قانون من الدوله. لا تحايل، لا مش عارف ايه، لا طلب ان حضرتك تستورد عربيه او سلعه رفاهيه زي عربيه مثلا، سلعه اساسيه طبعا مع حضرتك بس يعني تحسب هكذا في التصنيف الجمركي، سلعه رفاهيه زي عربيه وتطلب تدبير عمله. لا، حضرتك انت اللي هتستورد عربيتك بنفسك، وستضع فلوس تستفيد منها الدوله المصريه وبسعر مخفض زي ما قلنا اهو 70% تخفيض من قيمه الجمارك. وفي نفس الوقت حضرتك بقى تورينا اللي عمرنا ما شفناه، تدلعنا بقى وتجيب لنا العربيات والكلام ده، وده يعمل كثافه منضبطه في السوق المصري. وقد يحمل السوق المصري في العام القادم والاعوام القادمه مثلا 400,000 سيارة، 300,000 سيارة، منهم جزء محلي أو الجزء اللي هنا التصنيع المحلي. وده كمان هيدفع الوكلاء المصريين للاتجاه للتصنيع. تمام؟ ده هيدفع الوكلاء المصريين للاتجاه للتصنيع عشان يقدر ينافس وعشان يقدر يتمتع بالاعفاءات على المكون المحلي. هنشوف حلحله كبيره في سوق السيارات اللي تعطلت لما القانون كان فيه بعض البنود اللي ما بسطتش الناس شويه او ما خلتش الناس كلها تستفيد منه. فهنشوف حلحله كبيره جدا وهنشوف تنافسيه كبيره، وكل المصريين في الخارج اللي عددهم مش قليل، الارقام بتقول من 10 مليون ل 15 مليون الارقام الرسميه يعني، فدول عددهم كبير جدا ويقدروا يتمتعوا بالميزه دي، وده يعم علينا كلنا، وهنا تحدث المنفعه العامه. يعني موضوع مهم جدا جدا وقرار اسلك صدورنا جميعا. انا اسف، انا عارف ان انتوا في الشغل، بس ساعدوني ان الفيديو ده يوصل لناس كتير. شكرا، والحمد لله ان قانون زي ده صدر. نشكر جدا كل من اهتم وكل من بذل مجهود وكل من وقف مع اصوات المصريين بالخير. شكرا، وكان معاكم محمود خير.